السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاجرة طالبة مدرسة في التجمع تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة مثيرة للجدل. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيه مشاجرة بين طالبة وشقيقتها مع زميلة لها داخل مدرسة كابيتال الدولية للغات بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. الفيديو أثار استياء الكثيرين خاصة بعد الكشف عن تفاصيل الحادثة التي تسببت في إصابة الطالبة المجني عليها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. بدأت الأحداث عندما طلبت إحدى الطالبات من زميلاتها في الصف السادس أن تفسح لها الطريق بطريقة اعتبرتها غير لائقة، حيث استعانت الطالبة المعتدية بشقيقتها الكبرى التي تدخلت واعتدت على الطالبة الأخرى بشكل عنيف. وفقا للشهود تعرضت الطالبة المجني عليها لإصابات خطيرة، حيث أصيبت في وجهها ورأسها وأغمي عليها في ساحة المدرسة. أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادثة فور تلقي البلاغ من أسرة الطالبة المجني عليها، وبدأت في إجراء تحريات مكثفة للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة، ثم تفريغ كاميرات المراقبة في المدرسة لتحديد التسلسل الزمني للأحداث ومعرفة جميع المتورطين. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المشاجرة بدأت بسبب خلاف بسيط تصاعد إلى اعتداء جسدي. الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة، بينما أكدت أسرة الطالبة المصابة أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لضمان حصول ابنتهم على حقوقها.